نرجع ونقول مسا عليك يا صاحبي. عملت حلقه قبل كده عن الفرق بين الجي كات والال كات، هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن بص عليها. وقلنا في الحلقه دي ان في انواع كتير تانية من المونتاج زي الجامب كات، وده برضه عملنا عنه حلقه هسيبها لك في الديسكربشن. فتعالى كده ناخد لفه سريعه ونفهم طرق المونتاج وازاي نقدر ننفذها. بس الاول خش لي بالانترو. هنتكلم النهارده عن طريقتين من المونتاج وهما الماتش كات والاكشن كات. وخلينا نبدا بالماتش كات. اولا كده الماتش كات بيكون عباره عن انك بتصور اول مشهد في مكان والتاني مشهد بيكون في مكان تاني خالص، بس بيكون بنفس زوايا التصوير. بتيجي على التايم لاين عندك وبتخلي الملامح راكبه على بعض، او المشهدين بيكونوا راكبين على بعض بالنسبه والتناسب زي كده مثلا. واحلى حاجه في الطريقه دي ان هي بتخطف المشاهد كده، تخليه مشدود للفيلم او للمسلسل او للبرنامج اللي هو بيتفرج عليه. وتاني طريقه معانا هي الاكشن كات، وهي باين من اسمها ان هي ليها علاقه بالاكشن والمطاردات والكلام ده كله، بس هي مش بتستخدم في دوت بس. طيب بتتم ازاي الطريقه دي؟ بص، في طريقتين. اللي بيحصل ان المشهد بيتصور كذا مره بنفس الطريقه بنفس الكاميرا، دي اول طريقه. ثاني طريقه ان المشهد بيتصور مره واحده بس بكذا كاميرا بتكون متوزعه في كذا مكان، وفي الاخر المونتير وهو شغال على التايم لاين يقطع ما بين اللقطات، ياخد اللقطه اللي من الزاويه دي واللقطه اللي من الزاويه دي واللقطه اللي من الزاويه دي ويجمع لك في الاخر مشهد اكشن زي كده مثلا. Thor, Hulk, good to finally meet you guys. Thor, Hulk, good to finally meet you guys. دول نوعين من المونتاج في السريع كده حابين نتكلم عليهم ونكمل سلسله انواع المونتاج. احنا لحد دلوقتي اتكلمنا عن الجامب كات والماتش كات والاكشن كات والجي كات والال كات، وفي انواع تانية كتير من المونتاج. لو حابب ان احنا نتكلم عنها اعمل كومنت وقول لي. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو انت على يوتيوب، وفولو لو انت على فيسبوك او تيك توك. سلام.